لو سمحت انا اشتريت منك تيشيرت امبارح وعايز ارجعه. الظاهر كده في عيب. ايه ده؟ تمام، مفيش مشكله، هرجع لك التيشيرت عينيا حاضر. نعمل لك اذن مرتجع. النهارده هنتكلم عن ازاي بنشتري وازاي نبيع، وازاي لو احنا اشترينا، على فكره الحكايه دي بتحصل معانا كل يوم. اشترينا حاجه، اشترينا اي منتج وممكن يكون فيه عيب، فاحنا بنرجع المنتج ده. مثلا اشترينا تيشيرت والتيشيرت مش عاجبنا، روحنا ما عجبناش، او روحنا لقينا ان في قطع في اي حاجه، فروحنا لصاحب المحل قلنا له والله انا عايز ارجع التيشيرت دوت مش هيناسبني. فبنعمل حاجه اسمها مرتجع. المحاسبه ببساطه حياه بنعيشها كل يوم، حياه ومواقف بنعيشها كل يوم. خلينا نبدا يلا مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبيب قلبي. دي المحاضرة الرابعة ودي آخر محاضرة في التأسيس. بعد كده إن شاء الله هنخش على الشرح بتاعنا بتاع المنهج بتاع المحاسبة بقى. خلاص نبدأ بقى بجد. عايزك في التأسيس تكون متأسس صح، تكون عارف كل الحسابات، إيه هي المدين وإيه هي الدائن. لازم تكون متفرج على أول محاضرة بالذات، لأن دي أهم محاضرة عندي. هي كلام كله نظري، بس انا عايزك تفهمه كويس جدا جدا جدا، لان هو دوت اساس المحاسبه كلها. لو انت فهمته صح وعرفت كل حاجه انا اتكلمت فيها وما وقعتش منك اي نقطه، اضمن لك ان انت في المحاسبه هتكون الكينج. انت هتقف مكاني هنا تشرح بجد، على فكره بدون مبالغه. بص بقى حبيب قلبي، دلوقتي عمليات البضاعه. نفترض ان احنا دلوقتي عندنا منتج وعايزين نبيعه. يعني ايه هي معنى كلمة بضاعة؟ هي سلعة احنا بنشتريها او بنبيعها. وهنا عندي حاجتين مهمين لازم نفهمهم. عند الشراء اشترينا اي منتج هيتسجل في حساب اسمه المشتريات، عشان انا اشتريت. طيب لو احنا هنبيع منتج هنسجله في حساب ايه؟ المبيعات. تمام، واظن دي خدنا عنها فكره اول محاضره وتاني محاضره. طيب عارف بقى انت البضاعه اللي عندك في اول السنه؟ بص هقول لك على حاجه. ده دلوقتي عندك بضاعه في اول السنه عندك بضاعه، فدي تبقى اسمها بضاعه اول المده. بعنا بعنا بقى بعد كده، خلاص بعنا بقى اهو احنا في اول السنه، بعنا بقى بضاعه واشترينا وبعنا، اشترينا وبعنا وانتجنا، وفضل في اخر يوم في السنه بتاعتنا فضل عندنا 100 قطعه من المنتج اللي احنا بننتجه. فدي اسمها بضاعه اخر المده. بضاعه اخر المده. ليه بضاعه اخر المده؟ اخر حاجه في السنه، اخر بضاعه في السنه. يبقى اول بضاعه في بدايه السنه بضاعه اول المده، في اخر السنه بضاعه نهايه المده. بس كده. طيب اهي بضاعه اول المده في البدايه، بعد كده في نهايه السنه بضاعه اخر المده. حلو. طيب عايزين بقى نعرف حاجه. لو انا جيت بعت بضاعه من عندي، فهتنقص، فتبقى داينه. ليه؟ لان البضاعه قلت. ماشي. طب العميل اشترى مني لقى ان المنتج بايظ، المنتج بتاعي فيه حاجه بايظه، ما فيش مشكله عادي يرجعها لي. طب عند ما هو يرجعها، يعني انا بعت للعميل تيشيرت والتيشيرت ده بايظ، هو هيجي يرجعه لي، فانا هسجله عندي ايه؟ مردودات ومسموحات المبيعات. انا بعت بضاعه، يبقى لما ترجع لي مردودات ومسموحات المبيعات. يعني ايه مردودات؟ يعني انا رديت المبيعات بتاعتي. طيب يعني ايه مسموحات؟ هنعرفها في مسائل العمل. طيب هنا بقى لو انا، طب فاكر في اول محاضره قلنا لو انا اشتريت بضاعه يبقى عندي زادت يعني مدينه. طب لو انا اشتريت بضاعه، انا اللي اشتريت بضاعه، يعني انا كمنشاه اشتريت بضاعه وطلع فيها عيب معين. يعني انا مثلا انا في المنشاه اشتريت من المستورد مكنه آلة، وعند ما جت الآلة لقيت ان الآلة ديت فيها عيب معين.
فانا قلت للمستورد اللي استوردها، قلت له والله الاله اللي انا خدتها منك ديت فيها جزء مش موجود او فيها عيب مش عارف اصلحه. قال لي خلاص هاتها لي واجيب لك اله غيرها. ديت كده انا رديت، برضو حصل مردودات، بس اسمها ايه بقى؟ مردودات ومسموحات المشتريات. ليه مشتريات؟ عشان انا اشتريت بس في المثال اللي قبله انا كمنشأة بنتج بعت. تمام ماشي. تعال نشوف مثال عملي اهو. اشترت المنشأة بضاعة، احنا منشأة اشترت بضاعة بمبلغ 10000 جنيه. يعني احنا اشترينا بضاعة ب10000 جنيه، ماشي مفيش أي حاجة، مفيش أي مشكلة. بس احنا ما اشتريناهاش نقدا وما اشتريناهاش بشيك، احنا اشتريناها على الحساب. من مين؟ من مصنع العالمي للملابس. يعني احنا دلوقتي اشترينا هدوم من مصنع العالمي بتاع الهدوم، مصنع العالمي بتاع الملابس. قلنا له يا عالمي بعد إذنك عايزين ملابس، عايزين بضاعة بكام؟ ب10000 جنيه. وعشان اخويا العالمي ده اخويا وصاحبي قال لي بص لما يكون معاك فلوس ابقى اديني. تمام، يعني انا مش لازم ادفع النهارده عالمي، انا معيش فلوس. ما تدفعش يا صاحبي احنا اخوات. حلو، يبقى على الحساب. طيب ايه اللي زاد عندي انا بقى؟ انا بقى في منشأتي انا بقى ايه اللي زاد عندي؟ المشتريات. بكام؟ ب10000. المشتريات عندي زادت. مين اللي ليه فلوس؟ مصنع العالمي هو اللي ليه فلوس الى حساب مصنع العالمي، اللي هم الدائنون. هي كتبتها الدائنون وبين قوسين كتبت مصنع العالمي، صح. كتبت الى حساب مصنع العالمي برضه صح. بس الصح الاكتر الاصح انك تكتب الى حساب الدائنون بين قوسين مصنع العالمي. تمام كده ماشي حلو. طيب تعال نشوف مثال تاني. المحاسبه بسيطه جدا. هنا بقى احنا بعنا هي بتحمل بس. باعت المنشأة، بيقول لي باعت المنشأة بضاعة، احنا بعنا بضاعة بمبلغ 10000 جنيه بس على الحساب. بعناها لمين؟ لمصنع العالمي برضه. ايه، باعت المنشأة بضاعة، احنا بعنا بضاعة لمصنع العالمي على الحساب. يعني العالمي ما كانش معاه فلوس، واحنا العالمي انا والعالمي اخوات محدش يعرف فرقنا عن بعض. فعشان كده انا قلت له يا عالمي انت شلتني امبارح انا هشيلك النهارده، مش مهم يا صاحبي. اول ما يبقى معاك فلوس يبقى اديني، بكره ولا بعد ربنا يسهلها عليك اديني. قال لي ماشي حبيبي. يبقى انا بعت بضاعه، يعني البضاعه عندي قلت تبقى دائن الى حساب المبيعات. ليه مبيعات؟ عشان هي بضاعه بعتها مبيعات. ماشي. يبقى من حساب مصنع العالمي اللي هو مدينون. ليه مدينون؟ لان ده عملاء بالنسبه لي. العالمي دلوقتي عميل، فالعميل عندي مدينون. يبقى من حساب المدينون بين قوسين مصنع العالمي الى حساب المبيعات بال10000 جنيه برضه. ماشي. ده كده احنا كده المثال اللي فات خدنا المشتريات، المثال ده خدنا المبيعات وما كانش فيه اي مشاكل، مفيش حاجه بايظه، كل حاجه سليمه زي الفل. ماشي. بعد كده بقى المثال ده بص بقى بيقول لك ايه بقى يا باشا؟ قامت المنشأة بشراء بضاعة. يعني احنا منشأة بتاعتي انا مستر ابراهيم اشتريت بضاعة بمبلغ 150000 جنيه من مصنع العالمي. اخويا العالمي اشتريت منه هدوم ودفعت له نقدا. الحمد لله كان معايا فلوس المرة دي، ربنا سترها معايا. طيب خدت فلوس منه، خدت بضاعة منه بكام؟ ب150000 جنيه. 150000 جنيه. هنا انا اشتريت يعني البضاعة عندي زادت، يبقى من حساب المشتريات بكام؟ بال150000 جنيه. هنا في واحد ناقصة، فهمت؟ لازم حساب المدين لازم يساوي الدائن، هنا في غلطة. طيب يبقى اهو 150000 لازم يبقى حساب المدين 150000 اللي هو من حساب المشتريات. ليه من حساب المشتريات؟ عشان هي زادت. طيب
الى حساب الخزينه. ليه؟ عشان انا اديته نقدا. يعني انا في المنشاه بتاعتي خدت بضاعه، فانا ما كانش عندي بضاعه، خدت بضاعه، البضاعه عندي زادت، طلعت فلوس ثمن البضاعه دي، يبقى انا زدت بضاعه قليت فلوس خزنه. بس كده انا كده حللت وجاوبت، ترجمت على طول القيد وجاوبت. ماشي، ده كده اول قيد اهو، او اول قيد رقم 1. حلو. بعد كده جه قال لي قامت المنشأة برد جزء من البضاعة. اخس عليك يا عالمي، وانا اللي كنت واثق فيك، ده انا لسه بقول عليك اخويا يا جدع، البضاعة اللي انا خدتها منك فيها عيب، ده صح يا اخويا؟ قال لي يا عم ولا يهمك، هي فيها عيب، بس بص، قامت المنشأة برد جزء من البضاعة، جزء بس من البضاعة من مصنع العالمي لوجود عيوب صناعة وتلف، وتبلغ قيمتها 50,000 جنيه نقدا. يعني الحاجة اللي بايظة، مش كل البضاعة بايظة يا مستر إبراهيم، ده هي بس حاجات بسيطة ورجعها عادي. ماشي، فأنا رجعت له بضاعة ب50,000، أنا خدت منه بضاعة بكام؟ ب150,000. 100 سلام و50,000 دي بضاعة بالنسبة لي أنا كبرقام بايظة، فأنا رجعتهم للعالمي وقلت له والله هات لي فلوسي. يبقى أنا بقى في منشأتي، أنا ماليش دعوة بقى بيه هو، أنا في منشأتي أنا، إيه اللي زاد عندي وإيه اللي قل لما أنا رجعت له البضاعة اللي بايظة؟ الخزنة عندي زادت. ليه الخزنة عندي زادت؟ لأن أنا اول ما رجعت له الفلوس قال لي والله يا ابراهيم انت دفعت لي 150,000، البضاعه بتاعتك اللي بايظه اللي انت لسه مرجعها لي دلوقتي اهو دي ب50,000 جنيه من واقع الفواتير اللي معانا بتاعت المبيعات، 50,000 جنيه، اتفضل ال50,000 بتوعك اهم. فانا خدتهم حطيتهم في الخزنه بتاعت المنشاه، يعني الخزنه بتاعتي زادت بمقدار ال50,000. حلو. ايه اللي قل؟ مردودات المشتريات. مشتريات بتبقى مدينه، اشتريت. طيب لما انا برجع المشتريات دي، برجعها لصاحب الحاجه عشان بايظه، بكتب ايه؟ مردودات المشتريات. والمردودات بتبقى دائنه، يبقى من حساب الخزينه بال5000 الى حساب مردودات المشتريات بال50,000، سوري 50,000 الى حساب مردودات المشتريات بال50,000 برضه. ولازم المدين يبقى قد الدائن، لو المدين مش قد الدائن غلط. يعني انا كده في القيد دوت انا غلط. ليه انا غلط؟ عشان انا هنا ناقص 1 هنا. شوف بقى، على فكره الصفر في المحاسبه بيودي في داهيه، الناس المحاسبين فاهمين كويس قوي، الصفر بيودي في داهيه، خلي بالك كويس قوي في الحاجات دي. ماشي، على المبيعات بقى ونفس الفكره بقى وحش، عايزك تحله انت وتبعته لي السؤال ده، حله انت وابعته لي. بس تعالى ايه نشوف. باعت المنشأة بضاعة، يعني احنا اهو منشأة بعنا بضاعة ب200,000 جنيه على الحساب لشركة النصر. شركة النصر دي انا عارفها وواثق فيها. قلت له بص يا شركة النصر، لما يبقى معاك فلوس ابقى حاسبني، لما يبقى معاك فلوس بكرة ولا بعده انا واثق فيك هترجعهم لي والزيادة حبيبي، مش مهم. طيب انا بعت بضاعة بكام؟ ب200,000 جنيه. ماشي، هعمل الكود بتاعي مبيعات عادي جدا. طيب بعد كده وجدت شركة النصر جزء تالف من البضاعة بمبلغ 100,000 جنيه. يعني انا بعت بضاعة لشركة النصر، تاني يوم شركة النصر بتكلمني بتقول لي الحق مستر ابراهيم، انا في بضاعة من اللي انا خدتها منك بايظة، بكام يا معلم؟ ب100,000 جنيه، وهرجع لك البضاعة دي في المنشأة. فانا هعمل ايه؟ هاخد منه البضاعة، هرجع له فلوسه. اعمل القيد ده برضه. يبقى انت كده مطلوب منك القيد ده والقيد ده، وتبعتهم لي على الواتساب. ولو في اي سؤال مش عارفه، عايز تسأل في اي حاجة انا قلتها او ما قلتهاش، سؤال جه في دماغك عايز تسأله، اسأله لي، ما تتكسفش، احنا مع بعض، احنا اخوات عادي يا باشا. ماشي؟ حلو. تعالى نشوف مثال تاني. اشترت المنشأة بضاعة بمبلغ، احنا منشأة اهو، مستر ابراهيم منشأته، اشترينا بضاعة ب50,000 جنيه. طيب اشتريناها نقدا؟ نقدا. من شركة ايه؟ من شركة الفاتح. حلو. يبقى كده مستر ابراهيم الشركة بتاعته اشترت بضاعة من شركة الفاتح بكام؟ ب50,000 جنيه.
يبقى خلاص من حساب المشتريات الى حساب الخزنه. المشتريات انا زادت عندي ودفعت الفلوس تبقى الى حساب الخزينه. ماشي بكام؟ 50,000 اهي، 50,000 اهي، 50,000 تمام صح زي الفل. طيب تاني يوم وجدت المنشأة أنا لقيت جزء تالف من البضاعة اللي أنا اشتريتها بس بكام؟ ب 3000 جنيه وتم رده لشركة الفاتح. كده شركة الفاتح ألاقي عندي بضاعة بايظة من اللي أنا اشتريتها منك امبارح ب 3000 جنيه، والله أنا عايز أرجعها. شركة الفاتح محترمة، قال لي فعلا الحاجة دي بايظة ما تنفعش، ما أقبلهاش على نفسي. اتفضل يا مستر ابراهيم، ال 3000 بتوعك، هات البضاعة. حلو، يبقى أنا زدت إيه؟ الفلوس زادت عندي في الخزنة كام؟ 3000 جنيه إلى حساب مردودات المشتريات. ليه؟ عشان أنا رديت البضاعة اللي عندي، اشتريت حاجة ورديتها تاني تبقى مردودات المشتريات. ماشي. بعد كده وجدت المنشأة جزء تالف تاني ماشي مفيش مشكلة، وجزء تالف من البضاعة وقد سمحت شركة النصر بمبلغ 1000 جنيه وتم قبول هذه البضاعة. نفس الكلام احنا قلنا هنا ايه؟ مردودات المشتريات، هنا برضو مسموحات المشتريات. ليه بقى؟ لان هو قال لك انا ما ردتش، انا سمحت بيها. يعني ايه سمحت بيها؟ ايه الفرق بين مردودات ومسموحات؟ المردودات في بضاعه بايظه على الاخر، يعني مش هتنفعني نهائي، فانا رديتها للمنشاه. انما كلمه مسموحات سمحت بيها، اذا ان فيها جزء تالف. يعني ايه؟ يعني مثلا القميص ده عندي انا اشتريته امبارح تمام، ولقيت فيه الزرار ده مش موجود، ولقيت عندي في البيت زرار، فانا رحت للراجل قلت له والله انا مشتري القميص دوت ب 100 جنيه، ما لقيتش فيه زرار، فده مش هينفعني. قال لي لا ده عادي، ايه المشكله يعني؟ ده زرار وهتركبه، خد يا عم اهو يا عم الزرار وركبه انت. ما انا لما اجي اركب الزرار عند الترزي هياخد مني 20 جنيه يا عم. قال لي ماشي، خد ال 20 جنيه مني، انا كده ما رجعتش القميص، انا خدت منه الحاجه اللي ناقصه الزرار وهروح اعملها ب 20 جنيه. فهو اداني ال 20 جنيه، ال 20 جنيه ديت هو اللي سمح بيها مسموحات. ماشي، اظن كده انت فهمت. يبقى وجدت المنشأة جزء تالف من البضاعة، يعني بمعنى أصح فرز ثالث وجزء تالف من البضاعة، وقد سمحت الشركة بمبلغ 1000 جنيه وتم قبول هذه البضاعة. أنا هديك 1000 جنيه مقابل إن البضاعة دي تمشيها، بيعها يا عم بيعها فرز تاني، الله يبارك لك، مشي معايا اليوم، دي هتمشي مش بايظة خالص يعني، هتتباع. طيب انا زدت ايه كده؟ المبلغ اللي هو سمح لي بيه، هو سمح لي بكام؟ ب 1000 جنيه. يبقى ال 1000 جنيه ديت دخلت جوه الخزنه بتاعتي، جوه فلوسي، يبقى من حساب الخزينه ال 1000 جنيه. طيب الى حساب ايه؟ مسموحات المشتريات. ليه مسموحات؟ هو قال لي انا سمحت لك ب 1000 جنيه، احنا بنلعب بالالفاظ، هي المحاسبه كلها عباره عن هي لغه احنا بنترجمها للغه المحاسبين، لغه مكتوبه اهي احنا بنترجمها للغتنا احنا كمحاسبين، وبنعرف نحل بعدها، بنحلل بعد كده بنسجل اهو الى حساب مسموحات المشتريات. ماشي. حاجه اخيره هنتكلم عليها، بس هي المفروض ليها مسائل بس احنا مش هنتكلم فيها غير في الشرح بقى بتاع المنهج. تمام، احنا خلاص كده بكده كورس ببساطه، وطبعا هو كورس انا مش هينفع ان انا اكمل لك باقي الكورس لسه فيه حاجات كتير جدا، بس انا ما ينفعش اكمله لك. ليه؟ لان هو ده اصلا المنهج بتاعك، فانا لما اشرحه لك مش هعرف اشرحه لك بالتفصيل تاني، كل ده على فكره هيتعاد تاني بس بالتفصيل، تفصيله جزء، بس في شرح الماده بتاعتك قريب جدا. فعشان كده انا ما اديتكش مسائل للخصم التجاري والخصم النقدي، احنا هنتكلم عليهم بس. تمام. طيب دلوقتي ايه الفرق بين الخصم التجاري والخصم النقدي؟ هشرحها لك ببساطه. دلوقتي والله انا ببيع في اخر السيزون بتاعي، انا كنت ببيع مثلا القميص دوت ب 500 جنيه، وفي اخر الصيف خلاص انا عايز ابيع اخر بضاعه عندي، فنزلت عليه والله هو بدل ما هو كان ب 500 جنيه انا هبيعه ب 250 جنيه. فهو اصلا انا ببيعه ب 500، بس انا عشان عايز ابيعه واخلص منه
واخلص منه هبيعه ب 250 جنيه بس. هنا اسمه خصم تجاري. طيب انا بعت بس على الحساب. يعني ايه بعت على الحساب؟ يعني انا دلوقتي بعت بضاعه مثلا 50 تيشيرت، مثلا بعتهم ب 50,000 جنيه لشركه او لمحل. انا كمصنع ملابس بعت 50 قطعه قميص من ديت، بعته للمحل ب 50,000 جنيه، وهو ما كانش معاه فلوس، فقال لي والله لما يبقى معايا فلوس خلال 3 شهور ان شاء الله هدفعهم لك. قلت له يا عم ماشي. جه بعد ال3 شهور ما دفعليش حاجه. قلت له ايه ده بقى؟ هو كلام عيال؟ احنا مش صحاب؟ انت كده ترجع في كلمتك قدامي؟ ما ينفعش، انا عايز ال 50,000 جنيه. قال لي والله الحاله ضنك وما بعتش حاجه وما فيش حاجه ومش عارف اعمل ايه. قلت له دي حاجه ما تخصنيش، انا ماليش فيه، انا عايز 50,000. قال لي طيب بص استنى عليا شهر كمان. فانا هنا قلقت، انا كده هخسر ال 50,000 وكده مش هيرجعها لي، ده نصب عليا يا معلم. طب اعمل ايه بقى؟ قلت له بص، انت لو دفعتهم لي النهارده مش هتدفعهم 50، انا هاخد منك 40,000 بس. ايه ده؟ ايه ده؟ انا كده عملت خصم نقدي. خصم نقدي يعني انا بعت بضاعه وما دفعليش حسابها، وقال لي خلال مثلا شهر، خلال شهرين، خلال سنه، وبعد السنه او بعد الشهر اللي هو قال لي عليه ما دفعليش الفلوس اللي عليه. طيب ده كده هينصب عليا يا باشا، اسكت؟ لا. قلت له بص العب انا بقى صح. بص هم 100,000 بس انت لو دفعتهم النهارده هتدفعهم 90 بس، انا الكسبان اكسب ال 90 بدل ما اخسر ال 100 كلهم، ما هينصب عليا. حلو. يبقى ايه بقى الفرق بين الخصم التجاري والخصم النقدي؟ الخصم التجاري معناه ايه؟ خصم يمنحه البائع لعملائه المشترين على الاسعار المعلنه، ويتم خصمه من السعر الاصلي المعلن ولا يظهر في قيود اليوميه. ايه ده؟ يعني الخصم التجاري مش بنعمل له قيد؟ لا. ليه مش بنعمل ليه مش بيبان في قيود اليوميه؟ ليه؟ لان انا دلوقتي بقول لك القميص دوت ب 500 جنيه، بس انت لو اشتريته دلوقتي هتدفع 100 جنيه. انت اوريدي طلعت 100 جنيه من جيبك، قلت لي اتفضل. انا هسجل قيد اليوميه ليه ب 500 جنيه؟ ما انا هسجله بال 100 جنيه اللي انت اديتهاني، ال 100 جنيه. صح ولا لا؟ تمام. طيب بس الخصم النقدي انا اصلا طلعت الفلوس دي، انا طلعت بضاعه وعملت لها قيد عشان هو قال لي على الحساب. انا بعت بضاعه على الحساب لشركه، لمحل الملابس ب 50,000، فانا هنا عملت قيد المبيعات، بعت بضاعه على الحساب. جيت بقى اقول له هات الفلوس، قال لي لا، بدل ما انا عملت له خصم، بدل ما هيدفع 50,000 جنيه او 500,000 جنيه اي رقم، لا انا هعمل له خصم مثلا 10,000 جنيه وهم مثلا ب 50,000، فانا هعمل خصم نقدي 10,000 جنيه، فهو هيديني 40,000 بس. فهنا هيظهر في القيود اليوميه. عرفت الفرق بين الخصم التجاري والخصم النقدي؟ الخصم التجاري انا بدي سعر معلن النهارده، ديت المنتج دوت القميص دوت ب 500 جنيه، انا هبيعه لك ب 100 جنيه، فانا بتحاسب قيد اليوميه على 100 جنيه. انما الخصم النقدي ده خصم يمنحه البائع للمشتري بهدف تشجيعه على سرعة سداد المبلغ المستحق عليه. تمام؟ ده الفرق بين الخصم التجاري والخصم النقدي بأبسط مما تتخيل. هنعرف بقى كل حاجة بالتفصيل، والمادة بتاعتنا سهلة مش صعبة، ويا رب أكون فدتك وتكون انت استفدت مني في الكورس دوت. هما 4 محاضرات صغننين كده حلوين كبدايه. انت لسه اول مره تعرف المنهج، اول مره تعرف المحاسبه اصلا تتكلم عن ايه. انا بسطتها لك على قد ما اقدر، ولو في اي حاجه انت مش عارفها ابعتها لي. ولو عايز الPDF بتاع الملازم ديت برضو ابعت لي على الواتساب، انا ابعت لك الملفات، ابعت لك الPDF على الواتساب. وهتوحشوني يا اصدقائي، ما تنسوش ان انتوا طول ما انتوا مع العبد لله هتبقى التوب ان شاء الله. واستناني في المحاضره الجايه بقى ان شاء الله شرح المنهج بالتفصيل اول درس. سلام.